لو كل مرة ارتبطنا فيها لقينا إن إحنا بيتقال لنا عن نفسنا نفس العيب، طب ما هو ده معناه بقى إن معتز ما نزلش من السخنة يوم الحادثة، معناه إن ده عيب فينا. يعني لو كل مرة بيتقال لي ما عشان أنتِ بتحبي تمشّي رأيِك، طب ما أنا لازم أقف مع نفسي وأحس إن يبقى كده في مشكلة فيّا، هو مش دايمًا الطرف التاني بقى هو اللي كان غدّار لا، لا، لأ، وارد أكون أنا عندي المشكلة. كل مرة بيتقال لحد إن أنت بطيء وما بتتحركش، طب ما هو كده معناه إن أنت فعلًا عندك شيء من البطء وعدم الحركة. ساعات العلاقات اللي بتخلص وبتكون مضرة وبتكون عملت معانا أو فينا ما يُعمل يعني، لو دورنا في ضيقاتنا هنلاقي إنها كشفت لنا عننا حاجات كتير، خصوصًا بقى لو مع تكرار التجارب العاطفية لقينا نفسنا فعلًا بنتعرف على نفسنا وعلى عيب فينا يخلّينا نقف كده ونعيد حساباتنا مع مشكلة عندنا إحنا، مع أزمة فينا إحنا، كشفها لنا إن إحنا كل ما بنعرف حد بنلاقي إن بيتقال لنا نفس العيب. على فكرة أنا واثقة إن ممكن حد وهو بيسمع الكلام ده يفتكر إنه تاني مرة ارتبط أو تالت مرة اتقال له كلمة رنت في باله وفكرته بالتروما بتاعة أول علاقة لما اتقال له نفس الكلمة. عارفين اللحظة اللي بيتقال لِك فيها لا أنتِ اللي عايزاني أمشي زي ما أنتِ عايزة، أو اللحظة اللي بيتقال لك فيها أنت لو كنت تقدر تعمل حاجة كنت عملتها من الأول، أنت ما بتعرفش تعمل حاجة. اللحظات دي أنت بتستدعيها لما تتكرر وتفوّقك بقى العيب عندك أنت. يُفضّل جدًا نشتغل عليه سويًا يعني. لو الكلام ده دلوقتي جه نوّر لك لمبة ده يبقى شيء كويس جدًا، حسيت إن هو هيفرق مع حد تاني يُفضّل جدًا تبعت له الفيديو ده.